لأول مرة في مصر حفل ذا جراند بول. اللي هو إيه ده؟ فعالية عالمية سنوية بتقام في موناكو بهدف الاحتفاء بالفنون والثقافة ودعم المبادرات الإنسانية، وبيتم تنظيمها تحت رعاية الأمير ألبر الثاني أمير موناكو، وبيعتبر من أقدم وأرقى الفعاليات الأوروبية. وبعد كده بدأت الحفلة تلف عواصم عربية وأوروبية كتير، منها فيينا، فينيسيا، باريس، دبي. الحفل بيجمع نخبة من الشخصيات الدولية والعائلات الملكية والفنانين من أكثر من 40 دولة، في أجواء بتعيد الأذهان لحفلات البلاط الملكي الكلاسيكية، ولكن بروح معاصرة بتجمع ما بين الفن والإنسانية. مش بس احتفال بالفخامة، ولكن كمان احتفالية خيرية بتباع فيها مجوهرات لوحات لصالح مؤسسات خيرية عالمية، وبيخصص جزء من عائدها لدعم مبادرات ثقافية وإنسانية. الحفل أقيم في قصر عابدين تحت عنوان رويالتي أون ذا نايل، اللي بيحمل أبعاد تاريخية ودبلوماسية. أما عن اختيار قصر عابدين، لأنه بيضم أكثر من 500 غرفة مزخرفة بالذهب والفنون الشرقية والأوروبية. الحدث بيرسخ مكانة مصر كوجهة عالمية للفن والثقافة، وده اللي بيأكد إن مصر قادرة تمزج دايما ما بين الأصالة والتجديد، وده زي اللي شفناه في افتتاح المتحف المصري الكبير.